السلام عليكم. معاكم ياسر خالد من مدونة العرب سوفت. اليوم حيكون شرحنا عن كيفية إنشاء بطاقة فيزا كارت افتراضية حتى تفعل حسابك على البيبال، وتقدر إنك تشتري من الفيسبوك، يعني تفعل خاصية ترويج صفحتك. هيكون رابط الموقع أسفل الفيديو. الدخول على الموقع، انتظار الإعلانات. طبعا بتجيك صفحة تسجيل على طول. تسجل اسمك، الاسم لخبق، ايميلك، اليوزر نيم، الباسورد، يعني الباسورد، تاريخ ميلادك، بلدك، بعدين تحصل على البطاقة الخاصة بك. بعد تسجيل الدخول، اليوزر نيم وكلمة السر. طبعا هذا الموقع ما يسمحلكش انك انت تنشأ الا بطاقة واحدة. طبعا انا منشأ بطاقة، لهذا مش حيقدر انشأ معاكم بطاقة. لهذا انشاء البطاقة حيكون من اول ما تخش الموقع. هو بيحطك، هو بتجيك الصفحة هنا، او انت مسجل دخول، فانت تجيلي ماستر كارد، قصدي الفيزا كارد، اد نيو كارد. طبعا انا قال لي انا منشأ بطاقة، ما يقدرش الحد لخص ان هي بطاقة واحدة. بدأ بيجيك عليه انك تكتب اسمك وبيانات، يعني ما مش صعب، ما تحتاج لي شرح. بعدها بتجيك بطاقتك من هنا. طرق الدفع، يعني انت بتحط فلوس في هذه البطاقة. طبعا الحد الاقصى لهذه البطاقة انك تقدر تحط 20 دولار فقط. وطرق الدفع من هنا. تخش على هذه الصفحة، يقلط كليك هير، اضافة حساب مصرفي او اضافة جديدة بطاقة ائتمان خاصة. انت تو تلقي المدفوعات، يعني تسحب فلوسك. قال لك انت حاليا ليس لدينا اي مدفوعات واردة لعرضك. ضروري انت باش تفعل البطاقة، ضروري ما يكون عندك في البطاقة يعني دولارات. حتى رقم مش طالع، ضروري يكون عندك دولارات في البطاقة. هكذا انتهى شرحنا اليوم. شرفوني بزيارتكم في مدونتي. هذه شروحات اكثر عن طريقة الربح بالانترنت.